السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده بقى الكبده الاسكندراني بتاعه عربيات الشارع كده او المحلات. نعملها بطريقه سهله كده وبسيطه، وان شاء الله تطلع معاكي احلى كمان من اللي انتي بتاكليها بره. وهقولك على اسرار التسويه اللي تطلعها معاكي الكبده جوسي كده وطريه وما تنشفش ابدا منك. وعملت جنبها كمان صوص طحينه كده او سلطه الطحينه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. بصوا حاجه كده جميله جدا وما تتقاومش. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجه كده هنقول بسم الله. وانا عندي كيلو الا ربع من الكبده، حطيتها في الفريزر شويه علشان تمسك نفسها واقدر ان انا اقطعها بكل سهوله. قطعتها شرايح كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها في مصفى علشان تنزل اي دم زياده ممكن تكون موجود فيها. الكبده ما بتتغسلش، الكبده لو اتغسلت هتزفر معانا جامد ومش هنقدر ناكلها خالص. هنيجي بقى للتتبيله. عندي 3 فصوص من الثوم مفرومين، وهنزل عليهم معلقتين كبار من عصير الليمون. يعني انا حطيت ليمونتين كده بمقام معلقتين كبار من عصير الليمون. تمام كده. بعد كده هنزل كمان معاهم معلقتين كبار من الخل. الليمون عندي كان صغير شويه فحطيت 2 كده زي ما انتوا شفتوا. احط معلقتين من الخل، وبعد كده هحط نص معلقه كده من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الكمون. الملح لسه محطتوش. احط معلقه صغيره مليانه من الكمون، ومعلقه صغيره برضو من الكزبره. الكبده مش بيتحط لها فلفل اسمر، هو كمون وتوم وكزبره. وحطيت كمان الملح، وادي كده هي دي التتبيله بتاعتنا. هقلبها كويس قوي. بعد كده هفضي الكبده في حاجه عندي كبيره علشان تاخد كده من التتبيله كويس، وهنزل عليها التتبيله. وهسيبها كده من 10 ل 15 دقيقه تتبل معايا، وتاخد من طعم التوابل والحاجه التتبيله اللي احنا حطيناها لها دي. وفي الوقت ده بقى تعالوا نعمل الطحينه. بصوا الكبده مش بتاخد ولا وقت في عمايلها ولا في تسويتها، يعني بتتعمل وتستوي في وقت قليل جدا. علشان بقى نعمل الطحينه عندي نص كوبايه كده من الطحينه. نزلت عليها كوبايه زبادي من الصغيره اللي هي تقريبا 75 جرام بالظبط. وهنزل عليها عصير ليمونه، ومعلقه كبيره من الخل، وربع معلقه كده من الملح، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من البابريكا. هقلبهم مع بعض كويس قوي. وعندي ميه دافيه هنزل شويه بشويه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. عاوزين بقى تزودوا شطه دي طبعا اختياري. كده تمام، وده القوام اهو اللي انا عاوزاه كده خلاص. سلطه الطحينه بقت جاهزه معايا، هشيلها بقى في التلاجة. وتعالوا علشان نسوي الكبده. عايزه اقول لكم ان هي لما هتدخل التلاجة ومجرد ما هي هتبرد، عشان احنا حطينا لها ميه دافيه، فهترجع تتقل كمان اكتر من كده. دلوقتي انا جهزت عندي 4 حبات كده من الفلفل الرومي، مقطعاهم مكعبات. ممكن تحطوا فلفل حامي لو انتوا حابين. وعشان نسوي الكبده انا جبت اكبر طاسه عندي، ونزلت فيها حوالي نص كوبايه من الزيت. ايوه الزيت كتير، الكبده بتحب الزيت. الكبده اصلا بتستوي في زيت. تمام كده. هسيب الزيت لما يسخن عندي كويس جدا. ممكن تختبريه باي حاجه صغيره كده، ايه، اي حته كبده يعني صغيره عشان تتاكدي ان هو سخن معاكي تمام. بنزل الكبده وبوزعها عندي في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، ومش بقلبها. لازم تنزل على طاسه تكون سخنه جدا علشان تاخد صدمه وما تنزلش ميه، لان الكبده مجرد ما هتنزل ميه هتنشف معايا ومش هتبقى جوسي خالص. فدي كلها حاجات عشان تطلع معايا كبده طريه ومستويه كمان كويس. بصوا انا ما جيتش جنبها ومش هقلبها غير لما اتاكد ان هي خدت لون من تحت.
دلوقتي بقى ان انا هبدأ ان انا هقلبها بس زي ما انتوا شايفين، يعني هقلب على الوش التاني بس، مش هنبالغ في التقليب. لو قلبنا الطاسة عندنا هتبرد وهتلاقوها بدأت ان هي تنزل مية. كل مرة كنت بقلب فيها كنت بوريكم وانا بقلب، يعني ما كنتش بقلب من ورا الكاميرا ولا حاجة. بصوا بفردها بس في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الطاسة عندي ما فيهاش مية، ما فيهاش غير الزيت اللي احنا حاطينه. اول بقى ما الكبده تغير كلها لون عندي، هي كده لسه، هبدا بقى ان انا انزل لها الفلفل. بتستوي في قد ايه بعد ما بنزل الفلفل؟ من 5 ل7 دقايق. مجرد ان الفلفل يدبل معايا هتبقى كده خلاص استوت. بصوا هنا كان في حته من الكبده لسه حمرا كده، فكنت بقلبها. هنا خلاص تمام، الكبده كلها لونت معايا واتشوحت كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليها الفلفل، ومن 5 ل7 دقايق هسيبها على النار، نار هاديه مش عاليه قوي، وهتبقى استوت معايا وتكون جاهزه. مجرد بس ما الفلفل يدبل شويه. يا سلام بقى لو حطيته قرن فلفل حامي كده، بيوديها في حته تانية. بس ايه اللي زي حالتي عشان عندي اطفال ما بقدرش اعمل العمله دي. بس كده خلاص الكبده استوت اهي. مجرد ما بتستوي بشيلها على طول من على النار. بصوا حاجه كده قمر ومستويه وطعمها حلو، وكمان جوسي ما نشفتش، وزي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. حاجه كده ما تتقاومش. بصوا انا واقفه عملت على طول لقمه، ولو لازم ادوقها على طول اول ما تطلع من على النار كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.